مفيش صوت غير أنفاسي. كنت بجري من حاجة ما كنتش قادر أبص عليها، بس كنت عارف إنها ورايا وحاسس بيها. الفضول القاتل خلاني ألتفت، وهناك شفته ظل أسود طويل واقف بين الأشجار. ما كانش إنسان، وقبل ما استوعب اندفع ناحيتي بسرعة خارقة. في اللحظة دي فهمت إن دي النهاية، لكن عشان نفهم الشر اللي واجهته لازم نرجع للبداية. وقبل البدء اشترك في القناة وصلي على النبي في التعليقات ليصلك كل جديد. قبل ساعات كان كل حاجة طبيعية. اسمي حسن، عايش في قرية صغيرة معزولة محاطة بغابات قديمة. كبار السن دايما حذرونا من طريق الغابة بالليل. كانوا بيتكلموا عن ظلال تسكن الغابة، لكن كنت بضحك وافتكرها مجرد خرافات. في الليلة دي عربيتي عطلت في قلب الغابة، فاضطريت امشي على رجلي. كانت ليلة قمرية والهدوء كان مخادع. بعد فترة من المشي حسيت اني مش لوحدي، وان في عيون شايفاني من الظلام. وقفت، لكن مفيش حاجة غير الأشجار الصامتة. كملت مشي، وهنا سمعت صوت غصن بيتكسر ورايا، صوت حاد ومتعمد. ناديت بصوت خايف، في حد هنا؟ ما جاليش رد غير صمت ثقيل ومريب. بعدها لمحت حركة سريعة بين الأشجار، وعند منعطف الطريق شفت بوضوح. ما كانش وهم، كان كائن ظل أسود أطول من أي شخص واقف في نص الطريق. مفيش ملامح، مجرد فراغ أسود على شكل إنسان. الدم اتجمد في عروقي، وشفته بينسحب ببطء بين الأشجار ويتلاشى. في اللحظة دي لفيت وبدأت أركض بكل قوتي. كنت بسمعه ورايا، ما كانش صوت خطوات، لكن صوت انسياب سريع ومخيف كان بيقرب. وفجأة تعثرت ووقعت. لما رفعت راسي كان هناك واقف فوقي يحجب ضوء القمر. كل حاجة اسودت. حسيت ببرودة جليدية وهالة من الشر فوقي. ده ما كانش كائن من العالم ده، كان تجسيد للخوف. حسيت بلمسته الباردة على كتفي واتجمدت مكاني. فجأة اخترق الظلام ضوء عربية جاية من بعيد، ومع اقتراب الضوء اختفى الكائن كأنه ما كانش موجود. قمت وركضت ناحية أضواء القرية، ناحية بيتي. قفلت الباب ورايا بكل الأقفال وانهارت على الأرض. مرت أسابيع، لكن صورة الظل واللمسة الباردة لسه محفورة في ذاكرتي. الليلة دي علمتني إن في شر حقيقي في العالم، وإن الخرافات اللي بنسخر منها ممكن تكون تحذيرات من ناس واجهوا الشر ده قبلنا. هل مريتوا بتجربة مشابهة؟ شاركونا قصصكم في التعليقات. بعض الأبواب من الأفضل إنها تفضل مقفولة. اشتركوا في القناة وفعلوا الجرس ليوصلكم كل جديد.